السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مرحبتين وحياكم الله في قناة الليج السعودي. في هذا الفيديو راح أتكلم عن مباراة النصر والاتحاد المنستيري، خليك معاي للأخير. الصدارة، رونالدو هو الحل، الجولة الثانية تنتهي. سيطرة نصراوية خصوصا في الشوط الثاني من المباراة. تفوق النصر بفضل النجوم العالميين الكبار الذين يمتلك رونالدو، تاليسكا، بروزوفيتش، أليكس، ولا ننسى نجومنا المحليين. غريب كان جدا مبدع. بروزوفيتش كان العلامة الفارقة في المباراة، كان ضابط الإيقاع والمتحكم في نص الملعب. لمس الكرة 150 مرة بمعدل تمريرات 86%، وكان موجود تقريبا وين ما تكون الكرة، وكانت تمريراته هجومية فيها حث على التقدم والمبادرة وأكل الخصم. كيف فاز النصر؟ الشوط الثاني وجه المدرب خصيصا بروزوفيتش بسحب لاعبين الاتحاد المنستيري، بعدها خلق النصر ثغرات وخلق اللاعبين الاتحاد المنستيري. كان فوز جدا مهم لفريق النصر نفسي بدرجه كبيره، عشان لما يلعب في المباراه القادمه امام الزمالك المصري يكون اقل ضغطا، يكون عنده شخصيه وثقه. حقيقه نقطه مهمه جدا لازم نعرج عليها، واللي هي الاعداد الجيد. فتره الاعداد، معسكر اليابان بالنسبه للنصر جدا قوي ومفيد. تلعب مع ميلان وتبادر بالتسجيل وتخرج مع وصيف بطل اوروبا متعادل ايجابيا، هذا شيء مو بسيط. بعدها تلعب مع البي اس جي وتخرج متعادل سلبي، هذا شيء كبير. هذا المعسكر اذا قال لك معسكر. صحيح ان المعسكر ارهق اللاعبين، ولكن مع الوقت راح ينسجم لاعبين النصر مع بعض ويدخلوا في رتم المباريات. دقيقه كاس الملك سلمان الانديه العربيه بدا يولع، من الجوله الثانيه تقريبا بدا يولع. عجبني اداء تلس، وعرضياتها راح تكون فارقه مع الجون، وراح نشوف اهداف كثيره منها في بدايه الدوري. اذكركم النصر سيطر في الشوط الاول وحاول وتهيأ له فرص زي فرصه تلس في الدقيقه 20، عرضيه بروزو لكريستيانو رونالدو في الدقيقه 39 بس مرت من الدون. حقيقه كنترول غريب في صناعه الهدف الاول، كان عالمي، والتمريره كانت بالفعل في المكان الصحيح، وحقيقه كان هو الحل في الشوط الاول. بس يا غريب لو تستمر بهذا الاداء كنت مسكن. الجامي صحيح غلط، بس اداءه كان بعدها جيد، ما انهز بعد الغلطه، وكان هذا دليل على معقوليته القويه الاحترافيه. مين اللي ما يغلط؟ الكمال لله، مشيها. حسيت بشخصية النصر حقيقة في الدقيقة 70. غريب يضيع فرصة محققة للتهديف بعد عرضية ونظرة عالمية من كريستيانو. بعدها بثلاث دقائق سلطان الغنام يعرض عرضية ولا أروع، ذكرتني بعرضيات كارفاخال يوم كان رونالدو في ريال مدريد. تقلب المباراة وتظهر شخصية النجوم العالميين في النصر. في الدقيقة 86 ثرو بول من تاليسكا، حقيقة رونالدو تدلع فيها، ولا كانت هدف محقق. رونالدو طبعا هو الحل. تسجيل الهدف الثاني من عرضية سلطان الغنام اللي ولا أروع، بعدها بدقيقة يعني في الدقيقة 87 العمري يسجل الهدف الثالث من رأسية رونالدو المرتدة من الحارس، والهدف الرابع طبعا جاء في الدقيقة 89. فريق النصر جدا مرعب، وماني لسه ما جاء، يبغى لهم بس قلب دفاع ويصير الفريق دفاعيا وفي الوسط وفي الهجوم ولا اروع. هذا تقريبا من وجهة نظري ابرز الاحداث اللي حصلت في مباراة النصر والاتحاد المنستيري. شاركوني تعليقاتكم اسفل الفيديو، اعطوني لايك، اشتركوا في القناة. اشوفكم على خير.